مصر مش مكان تنجح فيه خالص، ايه الكلام ده؟ بالعكس، مصر مكان تقدري تنجحي فيه بسهوله اذا انت عندك ادوات تقدري تستخدميها صح. اول حاجه، مصر سوق كبير جدا، في تنوع ثقافي وتنوع اجتماعي، احتياجات مختلفه، فطبيعي ان الناس لما بتنزل في سوق زي مصر تحتاج انها تحط بس تستخدم ادواتها صح. مصر سوق مش سهل، هو مش سهل النجاح فيه، لكن النجاح فيه بيتطلب منك ان انت يكون عندك ادوات وتعرفي تستخدمها كويس، تعرفي تقنعي العميل، لان الشعب المصري صعب جدا لانه ايموشنالي جدا شعب عاطفي جدا. حتى في البيع والشراء. معنى كلامك ان الشعب المصري او المصريين بيشتروا بقلبهم ما بيشتروش بعقلهم؟ خالص. بمعنى بمعنى اللي بيعجبهم بيجروا وراه، يعني لو هم اعجبوا بشخص يشتروا منه، لو هم ارتاحوا لحد يتعاملوا معاه، يعني ما بيركزوش كتير في الكواليتيز، كتير بيركزوا دايما في البياع، الشخص اللي بيتعامل معاهم. ولذلك كان في تجربه كده، كان احد الاشخاص بيحكيها لي عن مشكله حصلت، ان هو حاول يغير جزء من الناس بماشينز، انخفضت المبيعات عن 80% لمجرد انه قلل بس عدد الناس. لكن اول ما رجع الناس تاني رجعت المبيعات زي ما كانت. فالناس هنا بتحب تتعامل مع بشر، مع بني ادمين، مع ناس عندها فيلينج، في احاسيس، في حاجه متبادله. ما بيحبوش التعامل مع الناس اللي هي الفورمال قوي. يعني النجاح في مصر سهل بس بشرط ان احنا نحسن استخدام الادوات ونعرف نستعملها كويس. بالظبط.